أهلا بيكم، معاكم كريستين، وهقول لكم على كل أسرار التسويق. في الحلقة دي هنكمل الحلقة اللي فاتت والجزء التاني وأسباب فشل معظم البنات أو معظم الأشخاص في الشغل الأونلاين. كنا اتكلمنا قبل كده في الحلقة اللي فاتت، وهسيب لكم اللينك بتاعها في التعليقات من تحت. ان المرة اللي فاتت اخدنا 4 نقط. كانت اول واحدة عدم وضوح الهدف، عدم العمل بجدية من اول يوم، الخوف من الاعتراض، عدم المتابعة الكفيلة بالمنتج. رقم 5، ودي مهمة جدا جدا جدا، عدم تطوير الذات. شغل التسويق عموما لازم تطوري من نفسك، لازم تطوري من شخصيتك، لازم تبقي متقنة للإقناع، لأسلوب البيع والشراء، تبقي عارفة انت بتقولي ايه والمين. الحاجات دي كلها مهمة جدا جدا. القراية الكتير، اسمعي اليوتيوب مليان طبعا فيديوهات من أشخاص كبيرة جدا جدا عن التطوير النفسي والشخصي. الحاجات دي مهمة جدا على فكرة، ودي من الحاجات اللي خلتني أنجح في التسويق عموما. رقم 6، ان انت بتشوفي ان الشغل بتاعك دوت مجرد مصلحة، مش هدف ليكي. ان انت تشوفيه بس مجرد مصلحة، او يعني بكلام السوق ان هي سبوبة كده هو هتطلعي منها بمبلغ، آه، مش هتكملي فيها، مش هتقدري ان انت تطوري نفسك فيها، مش هتقدري ان انت تحطي هدف ليكي. لكن لو حطيتي هدف ليكي من اول يوم، انا داخله الشغل ده مثلا علشان اكبر، يكون ليا اسم في السوق، عشان اجيب عربيه، عشان اجيب شقه، هتعملي وهتعملي اكتر من كده. رقم 7 ومهم جدا جدا جدا، ان انت مش بتطبقي نظريه التضاعف بشكل صح. يعني ايه نظرية التضاعف؟ يعني النهاردة مثلا انت بعتي لشخص او بعتي رسالة لشخص واحد، واحنا هنتكلم ازاي احنا هنعمل، آم، هنكلم مع الناس او هنبعت للناس. هنبعت لمين؟ مجرد ان انت تبعتي لشخص واحد وتاني يوم ما تبعتيش لحد، ده غلط. المفروض تبعتي لشخص، تاني يوم تبعتي لاتنين، تالت يوم تبعتي لاربعة. من ان انت بتضعفي مجهودك، او الناس اللي انت بتكلميهم، او المنتجات اللي انت بتبيعيها. ده طبعا عايز تعب ومجهود جبار. يعني انا مش هقول من يوم وليلة انت هتقدري تعملي ده، لكن طبيعي جدا الواحد اللي لما بينتظم على عمل معين لمدة 21 يوم، بيكون بالنسبة له دي عادة في حياته. فلو انت انتظمتي في اول شهر من شغلك ان انت تضاعفي عملك، ان انت تكوني حاطة هدف، ان انت تطوري من ذاتك، ان انت تعملي كل المطلوب منك، او تبعدي عن كل اسباب الفشل، هتنجحي في المجال ده جامد جدا. اخر حاجة ودي مهمة جدا، ان انت بتستني وما بتبتدي، مش بتبتدي شغل غير لما تكوني الزباين بتوعك. ودي استحالة تحصل. استحالة ان انت هتكوني زباين، حتى لو كونتي واحد او اتنين مش هيكملوا معاكي، وفي نفس الوقت مش هتكبري. ليه؟ تعالوا ناخدها واحدة واحدة كده. هل ينفع محل سوبر ماركت مثلا هياخد محل وهيوضبه وهيعملوا سوبر ماركت كبير جدا؟ هل ينفع الشخص ده قبل ما يحط البضاعة بتاعته يقول لهم تعالوا اقفوا استنوني لغاية ما افتح؟ تعالوا اقفوا اشتروا مني، انا هعمل عروض جبارة؟ محدش هيستنى، مش محدش هيشتري منه. لكن لو تعالوا نشوفها بنظرية عملية شوية، بان الشخص ده آه، عمل زي ستار كده هو على المحل لغاية ما وضبه، وحط اليافطة بتاعته، وحط العروض بتاعته، وعمل يوم الافتتاح. عنصر المفاجأة، وده هنتكلم عليه كتير جدا جدا جدا. عنصر المفاجأة ان انا في يوم وليلة شايفة محل بيتوضب، لكن انا مش عارفة بتاع ايه، ومرة واحدة لقيت ان هو سوبر ماركت كبير جدا، وعروضه واو، حاجة رهيبة. بيبيع مثلا ازازة الزيت ب 40 جنيه، ومش عارفة ايه، بالنسبة للأسعار طبعا بتاعت دلوقتي. يبقى دي حاجة مفيدة ليا. يبقى عنصر المفاجأة، ما انتظرش ان انا اكون الزباين بتوعي سوري. هنقول الاربع حاجات اللي احنا عملناهم النهاردة دولت. اول حاجة، لازم تطوري من نفسك بالقراية الكتير، اسمعي كتير طول ما انتي قاعدة.
اسمعي، طلعي فيديوهات من على النت، من على اليوتيوب، من على مقالات من على جوجل، واقري الناس الكبار اللي هم نجحوا في التسويق. اسمعي ازاي الناس دي نجحت، ازاي الناس دي كبرت. دي هتطور من شخصيتك. ولو حتى هتاخدي معلومة مكونة من جملة 3 كلمات بس، هتاخدي حاجة، ولو عملتي بيها بجد هتستفادي منها كتير جدا. تاني رقم 6 عموما هيبقى ان انت بتشوفي الشغل ده بان دي مصلحة وهتنتهي. غلط. رقم 7 ان انت مش بتطبقي التضاعف بشكل صح. يعني مش النهارده بعت قلم كحل يبقى بكره هبيع قلمين، النهارده كلمت واحده يبقى بكره هكلم 2. النهارده ابتديت ان انا مثلا اشتغل على الواتساب، بكره اشتغل على الفيسبوك والواتساب الاتنين مع بعض. ان انت مش بتطبقيها بصح، دي حاجه برضو من الحاجات اللي بتوقع. اخر حاجة ان احنا بننتظر ان انا هكون الزباين بتوعي بعد كده هشتغل. استحالة هتحصل. اسمعوا مني، دي خبرة 7 سنين ولا اكتر، يعني تقريبا 10 سنين شغل في الاونلاين وشغل في التسويق عموما. لازم تستخدمي عنصر المفاجأة في حياتك، وده هنتكلم عليه قريب جدا جدا في الحلقات الجاية. تحت امركم في اي سؤال ومعاكم في اي تعليق. انا بسيب رقم تليفوني، بس ما تنسوش ان انتوا اللايك اهم حاجة علشان تقدروا تتابعوا الجديد، واقدر كمان اتشجع ان انا انزل لكم. واهم حاجة طبعا ان انتوا تكونوا مشتركين في القناة. شكرا ليكم، وتحت امركم في اي استفسار.